السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم يا رب دايما بخير. النهارده معانا فيديو جديد هتشوف ازاي او هتعرف ازاي لما جهازك يقف على خلفيه الجهاز زي كده، بيكون خد ملف قنوات خطا او خد ملف سوفت وير خطا وقف على الشاشه دي، وحضرتك عايز ترجع لسوفت جهازك الاصلي. طبعا بتكون واخد نسخه من السوفت وير او بتكون مراجع مع فريق الدعم الفني بيديك السوفت وير، بتغير اسمه لكلمه روم، وطبعا بتكون مفرمت الفلاشه على وضع فات 32، وبتركب الفلاشه في الريسيفر، وبتشيل الفيشه من الادابتور وبترجع الادابتور تاني، بيرجع معاك لحد 100% السوفت وير، بيسحب معاك لحد 100%. بعد كده بترستر الجهاز، بس قبل ما ترستر الجهاز بتكون شلت الفلاشه، بيرجع معاك تاني. طبعا دي يا جماعه الفلاشه اللي عليها السوفت وير هنركبها في الجهاز، وطبعا هنشيل طبعا الاول الادابتور من الكهرباء. يعني مثلا زي كده انا هشيل الادابتور خالص من الكهرباء زي كده. ده الادابتور يا جماعه، شلناه من الكهرباء خالص. ماشي. وجبنا الفلاشه زي كده اهي، ركبناها في الجهاز. بعد كده هنركب الادابتور. هو هنا يا جماعة بيبتدي يسحب السوفت وير لحد ما هيكمل لحد 100%، وبعد ما يكمل 100% هيقول لي راستر الجهاز. طبعا يا جماعة احنا عملنا ايه؟ جبنا ملف السوفت وير بتاع الجهاز وغيرنا الاسم لكلمة روم، وفرمتنا الفلاش على وضع فات 32، وارسلنا السوفت وير بدون اي فولدر وبدون اي حاجة تاني معاه للفلاشة. طيب هو هنا بيقول لي سحب السوفت وير وبيعمل له ابديت فلاش. طبعا يا جماعه بعد ما هيخلص 100% هيقول لي راستر. قبل ما راستر هشيل الفلاشه الاول، وبعد كده اشيل الادابتور واركبه تاني، هيشتغل معايا السوفت وير بدون اي مشكله. طيب احنا هنشيل الفلاشه ليه الاول؟ عشان لو ما شلتهاش وشلت انت الادابتور وركبته تاني، هيسحب تاني السوفت وير زي ما عملنا كده. يبقى دي طريقه يا جماعه لو الجهاز بتاعك وقف على خلفيه الجهاز، او كتب على العدسه لود وما انتش عارف تعمل اي حاجه، بدل ما تروح لفني ويعمل لك سوفت وير او شحن فلاشه او مبرمجه والكلام ده كله، انت بالفلاشه بترجع السوفت وير تاني بتاع جهازك. طيب انت اللمبه اللي كانت مثلا على العدسه مش لمبه مثلا خضراء ومكتوب لود، مثلا لمبه حمراء، دي لمبه حمراء دي بتحتاج ان انت تنزل السوفت وير عن طريق اللودر، برنامج اللودر وسط صن بلس، او بتروح لفني يكون عنده مبرمجه بيعمل لك حاجه اسمها شحن فلاشه. هنوقف الفيديو شويه لحد ما يوصل 100% ونشغل تاني. طيب يا جماعه هو هنا وصل لحد في 100%، وبيقول لي الابديت سكيورتي خلاص تم، بليز ريسيت سيستم، يعني راستر الجهاز. طيب الاول اول حاجه هنخلع الفلاشه الاول، نشيل الفلاشه. طبعا احنا شلنا الفلاشه الاول قبل ما نراستر، عشان لو راسترنا والفلاشه راكبه في الجهاز هيبتدي يسحب السوفت تاني. طيب احنا خلاص شلنا الفلاشه، هنشيل الادابتور ونرجعه تاني. هيفتح معانا على الهوكس على سوفت الهوكس 3 خمسات كومبو بدون اي مشاكل خالص. وبكده احنا رجعنا بدون ما نروح لفني، بدون ما نحتاج لاي حد نهائي. ودي يعني يا جماعه والله معلومات الحمد لله يا رب، لو انت مشيت عليها وركزت فيها والله ما تحتاج لفني ولا لدعم ولا لاي حد خالص. باذن الله باذن الله اي مشكله تقع فيها هتحلها ان شاء الله بدون اي مشكله. طبعا يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله ما تنسوناش بقى من الدعم واللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني وفي شرح اي معلومة او اي حل لاي مشكلة انتوا عايزينها. اي حاجة اكتبوها لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليكم على طول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.